يا صباح الفل، ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ صباح الخير او مساء الخير على حسب ما بتشوفي الفيديو معايا. والنهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض فيديو جميل جدا. هنعمل وصفة حلوة بأقل كده من 15 جنيه. هنعمل احلى صنف من اصناف الافران الجميلة دي. صنف النهارده بصراحة حلو جدا، يستاهل ان انتوا تجربوه. طعمه حلو جدا وهش جدا زي القطن. شايفين جميل ازاي؟ زي ما انتم شايفينه كده. هنعمل مع بعض دنش الافران او الشريك الافران زي ما بتسموه يعني. حاجه كده جميله، بنجيبها غاليه جدا من الافران. هنعملها بكميه حلوه في البيت، تنفع بقى فطار خفيف، عشاء خفيف، مع مج شاي كده. حاجه كده جميله جدا. شايفين الجمال؟ ان شاء الله هنعمل الفيديو باسهل طريقه. للمكونات بتاعتي بقى للوصفه بتاعتنا النهارده، انا معايا نص كوبايه. انا اولا معايا نص كيلو دقيق، تمام كده. نص كوبايه سكر وكوبايه حليب، تلت كوبايه بقى اي ماده دهنيه، تلت زيت، تلت زبده، تلت سمنه زي ما تحبي. معلقتين لبن بودره. وطبعا تقدري تستغني عنهم خالص، بس هما بيطعموا العجينه وبتبقى جميله جدا. معلقه خميره كبيره، ونص معلقه صغيره بيكنج باودر، ومعلقه خل، وبيضايه. تمام كده. آه، آه، هنحط معلقه زبده بس في الاخر. تمام كده. في بوله بقى كده، وهنحط كل السوائل اللي عندنا: الحليب والزيت والسكر. وهنحط برضو البيكنج باودر والخل والبيضه. تمام كده. ومعلقتين اللبن البودره، وطبعا دي اختياري زي ما قلت لكم. الدقيق بيبقى عليه رشه ملح. هنقلب بقى كل المكونات دي مع بعضها كويس جدا. الزبده او معلقه السمنه الحاجه الوحيده اللي مش هنحطها دلوقتي. هنقلب بقى تقليبه حلوه كده اهو. في المرحله دي بقى تقدري تعجني على ايدك، تقدري تعجني في العجان زي ما تحبي، بس انا عشان عندي مشكله في ايدي فما بقدرش اعجن على ايدي. حطيت بقى نص كيلو دقيق في العجان، ونزلت عليه بالسوائل بتاعتي اللي انا خلطتها كلها مع بعضها دي. كل المكونات خلطتها مع بعضها، بس استبعدنا الزبده دلوقتي. طبعا فضلت اضرب كده بقى لما العجينه تتلم كويس جدا. شايفين اهو اتلمت شويه، بدات انزل بقى بمعلقه الزبده بتاعتي او معلقه السمنه. والزبده هنا زي ما قلت لكم اختياري، لو مش حابين تحطوا الزبده نقدر نستبدلها الكوبايه كلها زيت. تمام كده. فضلت اعجن بقى لما ادتني عجينه ناعمه. ودي بقى كان شكل العجينه بعد 7 دقايق عجن كده. شايفين ناعمه ازاي؟ ناعمه وجميله وزي الفل. انا هغطيها بقى واسيبها تتخمر، مش اقل من نص ساعه يعني، تاخد وقتها كده. شايفين بقى بعد ما اتخمرت قد ايه جميله؟ هي فعلا العجينه دي حلوه جدا، بتطلع نتيجه حلوه جدا وهشه وزي القطن. هبتدي اخدها قدامي بقى كده وافردها رول، علشان انا هقطع الرول ده قطع كده كلها قد بعضها، يعني قطع متساويه يعني، مش بيبقاش في واحده كبيره عن التانية. تمام. هنفردها بقى. هقطع الاول كده قطع كلها قد بعضها. هي التقطيعه دي اسهل، هتديكي المقاسات كلها زي بعضها. لو حابه تقطعي باي طريقه تانية زي ما تحبي، اللي تفضليه اعمليه. تمام كده. بس كده هبتدي اخد كل قطعة بقى وافردها كده زي البقسماط ما بنفرده كده بالطول، ونشكلها كده تشكيلة الدنش بقى او تشكيلة الشريك. هبتدي الفها على بعضها. طبعا تقدري تتحكمي بقى في الرفع والسمك كده زي ما انت عايزة، تخنيها شوية ترفعي عن كده زي ما تحبي. ابتدي الفها كده حوالين بعضها بقى كده عشان تديني شكل الدنش. بس كده هنلزق بقى الطرف من تحت، يعني الطرف اللي انتوا شايفينه ده انا هلزقه. شايفين؟ جميلة جدا. ما شاء الله. حلوة قوي. يلا نعمل بقى كمان واحدة. قبل ما نعمل بقى كده، انا جبت دقيقة صينية متعفرة دقيق، دهنتها دهنة زيت بس وعفرتها دقيق، وابتدي ارص عليها الدنش بتاعي. يلا هنعمل كمان واحدة اهو. نفردها برضو زي البقسماط كده اهو، ونلفها حوالين بعضيها عشان تدينا شكل الدنش اهو. شايفين؟ هايلة جدا، تحفة جدا، ما شاء الله. انا هنا كنت خلصت الكمية كلها. تمام كده. هغطيها برضو وانا هسيبها تتخمر تاني، تتخمر كمان مرة، بس دي اخر تخميرة بقى قبل ما تدخل الفرن. تمام كده. حلو قوي الكلام ده. هي هنا بقى كانت
اهو كنت هسيبها تتخمر، ما بتاخدش وقت كتير يعني، لو احنا في الشتاء سخني لها الفرن، لو احنا في الصيف ما بتاخدش وقت كتير. بس هي كده شوفوا كانت اتخمرت وضاعت حجمها شويه وبقت زي الفل زي ما انتم شايفين كده اهو. هجيب بقى بوله صغيره كده عشان ندهن الوش بتاعها. اخدت انا صفار بيضه ومعلقه حليب او لبن، ومعلقه نسكافيه وممكن فانيليا، بدل النسكافيه فانيليا، تمام كده. وهبتدي اضربهم في بعض كده وادهن بيهم الوش بقى دهنه حلوه كده عشان ده اللي هيدينا اللون الجميل. ادهني حلو بقى يعني، ما تسيبيش مكان كده عشان كل الوش كده ياخد لون حلو، او كل الوحدايه كده من الدنش تاخد لون حلو. مش قادره اقول لكم قد ايه نص معلقه النسكافيه الصغيره كده اللي انا بحطها مع البيضه، مع صفار البيضه وال والحليب، بيدي لون حلو جدا للمعجنات. شايفين الجمال؟ بعد ما خلصت كده دهنت الوش كله، ابتدي اجيب سكر عادي من بتاعنا اللي هو السكر السنترافيش العادي، وابتدي بقى ارش على الوش كده اهو، رشه سكر خفيفه كده قبل ما ادخلها الفرن، ارش عليهم كلهم. شايفين الجمال؟ كده بقى هبتدي ادخلهم فرن بقى على درجه حراره 200 لحد بقى ما تاخد اللون من تحت كده، من تحت شويه يعني، لو عندك الفرن بيحمر من فوق ومن تحت يبقى تمام. خدت اللون من تحت اشغلها الشوايه بقى نحمر الوش من فوق. مش تاخد منك وقت خالص في الفرن يعني، هي اقل من نص ساعه بتكون مستويه. شايفين الجمال؟ شايفين قد ايه طريه؟ شوفوا التسويه حلوه ازاي، تحفه جدا ما شاء الله. بجد بجد الوصفه جميله، حلوه جدا وموفره جدا، وعملت لي كميه حلوه. نص كيلو دي عمل كميه حلوه جدا في الفطار بقى وفي العشاء، حاجه كده تحفه جدا. شايفين الجمال ما شاء الله. طبعا نقدمها بقى مع مج شاي كده الصبح، مج شاي بحليب، اللي تفضليه. حاجة جميلة هتعجب ولادك وهتعجبكم جدا، مش هتقدري تستغني عنها تاني، دايما هتعمليها. يا رب ان شاء الله كده وصفتي تكون عجبتكم. اشوفكم بقى في وصفة جديدة وفيديو جديد، ودمتم في رعاية الله.